السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض اكلة اقتصادية وسهلة وسريعة وطعمها بيبقى خطير جدا، اكلات اخر الشهر الموفرة. انا هنا هعمل معاكم العجة المصرية بطريقة سهلة وسريعة، وان شاء الله طعمها يعجبكم جدا، وهستنى ان شاء الله تجربوها تقولوا رأيكم. انا معايا هنا جبت طماطم فرمتها، دول 4 طماطمات، وجبت بصل قطعته كده ناعم تقريبا برضو بصلتين كبار، وهنا معايا عدد البيض 7 بيضات. انت عايزه تقللي البيض عادي جدا، تمام. معايا 4 معالق دقيق، وطبعا البهارات بتاعتنا ملح وكمون وكزبره وشطه، وملح وكمون وكزبره وشطه بس كده. ومعايا بيكنج باودر، هاخد معلقه واحده بس. خلاص تمام كده. جيت على النار هنا، حطيت زيت في طاسه، طبعا حطيت فيها زيت، وبعد كده نزلت بالبصل. هسيب البصل بس لحد ما يدبل، هو بيدبل بس ما بياخدش اي لون ولا اي حاجه، تمام. وهحط له رشه ملح. انا اي بصل بستخدمه بحب احط له رشه ملح، بيدبله بسرعه وبقى حلو كويس يعني، تمام. بس كده، وهسيبه بقى لحد ما يدبل معايا. جميله جدا، وبتبقى بصراحه طعمها حلو قوي قوي قوي. تمام كده. البصل دبل معايا، هنزل عليه بعصير الطماطم اللي احنا ضربناه مع بعض، دول 4 طماطمات بالعدد. عايزه تقلل الطماطم براحتك، بس هي كده كانت مظبوطه وجميله جدا، تمام. وممكن برضو تقطعي الطماطم مكعبات صغيره. تمام. هنسيبهم بقى مع بعض لحد ما يتسبكوا خالص، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. تمام كده. الطماطم بتاعتي خلاص اتسبكت والبصل استوى، هسيبهم بقى على جنب لحد ما يبردوا خالص، وهنبدأ نظبط المقادير التانية. انا هنزل هنا في طبق كده غويط، هحط فيه البيض. ممكن تقدري تعملي 4 بيضات بس، تقدري تعملي 3 بيضات بس، هي كده كده ان شاء الله يبقى طعمها جميل، تمام. هضرب هنا في البيض لحد ما افكه خالص، هفك البيض خالص، ظبط بس الدنيا كده، تمام. خلاص كده هبدأ اقلب في البيض لحد ما يتفك يعني. اضربيه ضرب مبرح كده لحد ما يتفك. خلاص تمام. هبدأ انزل عليه بالبهارات بتاعتي اللي هي الكمون والكزبره والشطه، وهحط الملح عشان ما نسويش برضه، تمام. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. دلوقتي انا هضيف الملح. الملح طبعا على حسب ما انت عايزه، تقللي تزودي براحتك. انا هنا حطيت تقريبا معلقه كبيره من الملح، وهقلب. وبعد كده هبدأ انزل عليهم ب4 معالق دقيق، تمام. وهنقلب برضو الكلام ده كله مع بعضه، ندخل كله ببعضه كده. يبقى انا كده حطيت البيض وحطيت عليه البهارات اللي هي الكمون والكزبره والشطه والملح، ونزلت ب4 معالق دقيق، وهنقلب. وبعد كده هبدأ انزل عليهم ببيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر. بيكنج باودر بينفشها ويخليها حلو، وكمان هو بيتحط لها كربونات الصودا، كربونات الصوديوم يعني، بس بتحط عارفه انت يعني هو ايه، على طرف المعلقه سنه صغيره كده، انها بتمرر لو زادت قوي. فانا بفضل البيكنج باودر احسن واضمن يعني، تمام. تمام كده. نزلت بالبيكنج باودر، حطيت معلقه صغيره مش كبيره، وقلبت. وبعد كده هبدأ انزل بالخضرة دي، تقريبا حزمة خضرة، كزبرة على بقدونس يعني، على شبت، تمام كده. هنقلب. خلاص كده في الوقت دوت الصلصة البصل والطماطم اللي احنا عملناهم خلاص بردوا معايا. هبدأ انزل بقى بيهم على الخلطة ديت، وكده تبقى العجة بتاعتنا ايه، تمام وزي الفل. خلاص كده هنزل بقى بالخليط ده كده عليها، وهقلب على طول. طبعا كانت لسه دافيه شويه بس تمام يعني، ما حصلش حاجه. بفضل تبقى بارده شويه كمان اكتر. خلاص كده هقلبها كويس بقى جدا مع بعضها. هي كده خلاص جهزت معايا. من المطلوب حالا بقى نجيب صينيه ندهنها سمنه او زيت، ويكون مولعين الفرن يسخن، وبندخلها الفرن تقعد معانا تقريبا ربع ساعه، مش اكتر من كده يعني. بتاخد من وش من فوق، وبتلاقي جنابها لمت كده، تكون استوت من تحت يعني، وبتخرجيها وتاكليها بألف هنا وشفا، جنب طبعا مخلل وخضرة.
وبطاطس محمرة، احلى اكلة وموفرة جدا. واكلات اخر الشهر بقى اللي هي ايه يعني ايه الميزانية ضاربة مع الناس كلها، فيعني ايه دي الاكلات الموفرة بتاعتنا يعني. تمام خلاص كده. انا كنت دهنه الصينية بتاعتي سمنة، هبدأ انزل بالعجة بتاعتي فيها. نزلي كل حاجة فيها، ده فيها بيض وفيها خضرة وفيها كل حاجة، فيها يعني عايزة اقول لكم فظيعة والله بجد. كل اللي هيجربها ان شاء الله يدعيلي. خلاص كده هدخلها الفرن، وبعد ما تخرج من الفرن بقى ان شاء الله نشوفها مع بعض. ورجعت لكم بعد ما العجة الجميلة بتاعت الخطيرة القمر العسل التحفة دي خرجت. جربها والله حلوة أوي 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 يعني، جربها بجد والله جميل. تمام. في ناس كتير ما يعرفوهاش على فكرة. عارفين الشكشوكة اللي هي البيض اللي اتعمل بالبصل؟ هي نفس الفكرة، بس دي طبعا بتدخل الفرن وبتبقى طعمها أجمل بكتير بصراحة. بس كده هنخرج بقى قطعة عشان اوريكم الجمال بتاعها من جوه. ودي العجة القمر بتاعتي بعد ما خلاص خرجت من الفرن وهي سخنة مولعة موحوعة. عايزة اقول لكم شايفين الجمال؟ مفيش اطعم من كده ولا احلى من كده ولا اجمل من كده. بس كده هو ده الفيديو بتاعي، وهي دي طريقة العجة السهلة السريعة بتاعتي. جربوها، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة وشير، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة. وجربوا العجة وقولوا لي رأيكم في الكومنتات.